السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله غادي نحضروا خبز الطاكوس بالطريقه الصحيحه، كيجي فتي وبنين. فخليكم مع المقادير والطريقه. كنوضعوا السكر سنيده على الدقيق والخماره الكيميائيه ورشه ملح والزيت، ومن بعد كنعجنوا الكل بالماء. العجين تيكون بهذا الشكل، يعني ماشي قاصح وماشي خفيف، بين وبين. كندلكوه مزيان. من بعد كنشكلوا العجين على شكل كرات. كنحاولوا يكون الكرات متساويه، ومن بعد كنغطيوها بابي سولوفان وكنخليوها ترتاح كحد اقل، يعني ادنى حد هو ربع ساعه. من الافضل اننا نخليوها كاع ساعه. كل ما خليناها اكثر كل ما طوعتنا، يعني في الطليق ملي نكونوا نطلقوها ونشكلوها كتكون اسهل. نطلقوها بالمدلك باش تكون رقيقه. من بعد كنحاولوا نقادوها بيدينا بشكل دائري بحال هذا الشكل هذا كما تتشوفوا. في هذه الاثناء هذه كنكون وضعنا المقلاة على النار تكون ما تتلصقش، تتسخن. ومن بعد ما كنطلقوا 3 أو 4 ديال الكرات كنبداو بعمليه الطهي. كنديروها حتى كتنشف، ومن بعد كنقلبوها على الجهه الاخرى حتى كتبدا تحمر لينا، وكنوضعوها في شي منديل وكنغطيوه بواحد البلاستيكه باش ما تيبسش، باش تبقى لينا العجينه طريه.